صفقة عمومية مع فوائد عن التأخير والتعويض عن الضرر. المرسوم التنفيذي رقم 82-145 مؤرخ في 10/4/1982 منظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي في نص المادة 97 منها. المادة المثارة من قبل المستأنف قصد تحصله على فوائد التأخير والتعويض عن الضرر توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20%، ولا يشير إلى الفوائد عن التأخير ولا إلى التعويض بعد تسديد وضعيات مراجعة الأسعار. نعم. النزاع الذي يدور هو حول كيفية تطبيق شروط صفقة عمومية وأعمال إضافية. يستنتج من وثائق الملف أن وضعيات الأشغال سددت كلها، ولم يناقش المستأنف هذا أبدا، يعني ما ناقش فيما يخص وضعيات الأشغال. ويتبين من فحص الصفقة ووضعيات الأعمال والمراسلات الموجودة بالملف أن عدة طلبات من طرف المقاول كلها تدور حول فوائد عن التأخير في تسديد وضعيات خاصة بمراجعة أسعار الصفقة وتعويض عن الضرر والخسارة التي لحقت المقاول. كما يقول أنه يتضح أيضا من قراءة العريضة أن المقاول يقر بتحصله على مبلغ خاص بمراجعة أسعار أشغال إضافية توصل مبلغها إلى 60,000 دينار جزائري خلال سنة. نعم. بينما يطالب بنفس المبلغ في نفس الوقت، الشيء الذي لا يمكن احتماله، كما أنه يطالب بمبلغ 265,000 دينار جزائري مقابل الفوائد عن التأخير في تسديد مراجعة الأسعار ابتداء من سنة كذا إلى سنة كذا، يعني 10 سنوات بخير. بينما توجد بالملف مراسلة يطالب من خلالها إلا بمبلغ 60,000 دينار جزائري كما ذكرنا سابقا. المبلغ الذي سدد كما يعترف به بنفسه خلال سنة 2000. يستنتج من ما سبق أن المبلغ المسدد والخاص ب60,000 دينار جزائري والمقبول من طرف المقاول لا يترك المجال للنقاش فيما يخص التعويض عن التأخير في تسديده من سنة كذا إلى سنة كذا، يعني 10 سنوات هذيك، إذ أنه طلب بمراسلة من دون الإشارة إلى التأخير في تسديده، ما أشارش إلى ذلك، ولا إلى الفوائد عن التأخير. يتضح مما سبق أن الطلب الخاص بالفوائد عن التأخير في تسديد وضعية مراجعة الأسعار الخاصة بالأشغال الإضافية الممتدة من سنة كذا إلى سنة كذا، يعني 10 سنوات، لا أساس له، خاصة وأن البلدية أجابته بالنسبة لهذه النقطة وأخبرته بأن جلستين خصصتا لهذا البند، ونتج عن هذه الحصة خلاصة تؤدي إلى القول بأن المقاول لا حق له في هذا الطلب أو فيما طلب. قضاة الدرجة الأولى لم يحسنوا اعتبار المسألة الخاصة بعملية مراجعة الأسعار لما أشاروا إلى نص المادة 25 من الصفقة، واعتبروا المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ إيداع العرض وتاريخ الأمر ببداية الأشغال، وأسسوا تفكيرهم على هذا المرجع، وكان عليهم فعلا أن ينتسبوا إلى المادة 26 من الصفقة التي هي خاصة بتغيير مستوى الأسعار. يعني هذه المادة 26 من الصفقة هي اللي تخص يعني تغيير مستوى الأسعار. يستوجب التذكير بأن تحيين أسعار الصفقة يمكن قبوله إذا كان الأجل يفوق مدة صلاحية العرض
التي تفصل بين تاريخ المحدد لإيداع العرض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، أي شروع في بداية الأشغال، بينما مراجعة الأسعار تخضع للتغيير المعتبر في أسعار المواد المعنية بتنفيذ الصفقة خلال فترة الإنجاز. شكرا.